حقيقة وفاة سمية الألفي. أخبار كتير وإشاعات انتشرت على صفحات السوشيال ميديا عن حقيقة وفاتها أو وداعا سمية الألفي بعد محاربتها لمرض السرطان. إيه حقيقة الأخبار دي وإيه التفاصيل؟ كل ده هنوضحه لحضراتكم. إيه اللي قاله ابنها أحمد فاروق الفيشاوي عن وضعها الصحي، وإيه حالة الانهيار اللي بتعيش فيها سمية الألفي وهي بتحارب مرض السرطان اللي بتعاني منه منذ بداية 2022، وإزاي المرض ده أثر على الكلى عندها، وليه الطبيب أمرها بوقف العلاج الكيماوي رغم سقوط شعرها كله. كل التفاصيل هنشوفها، بس من فضلكم ادعموا الفيديو بلايك، ولو اشتراك هيكون شرف لينا. في البداية بنأكد إن لحضراتكم إن سمية الألفي على قيد الحياة، لكن للأسف الوضع الصحي كان صعب للغاية. سمية الألفي اللي بتحارب من السرطان من بداية 2022، واتكلمت كتير وقالت إن السنة دي من أصعب السنين اللي بتمر عليا. سمية الألفي زوجة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وأم الفنان أحمد الفيشاوي، واللي بعدت عن الوسط الفني فترة كبيرة، وطلع أخبار بأنها اعتزلت وقالت لا ما اعتزلتش، بس أنا مش ليا رغبة إن أنا أمثل إلا ما يجيلي عمل كويس يخليني يعني يستاهل إن أنا أرجع عشانه. لكن للأسف وفجأة لقينا الفنانة سمية الألفي بتستغيث وبتناشد الجمهور بالدعاء ليها، لأنها للأسف أصيبت بسرطان الثدي. واتكلمت عن الموضوع وقالت إن السرطان مرض من أصعب الأمراض اللي يمكن إن حد يصاب بيها، والتعافي منه أصعب وأصعب وأصعب، والعلاج صعب ومدمر نفسيا وجسديا. اتكلمت وقالت إن من أصعب السنين اللي مرت في حياتي هي السنة دي اللي أنا مصابة بيها بمرض السرطان. صرحت سمية الألفي بأنها تحارب وتصارع مرض السرطان بقوة، ولكن بسبب مشكلتها الصحية بالكلى منعها الأطباء مؤخرا من استكمال العلاج الكيماوي اللي كانت بتخضع له، وده بسبب أنه أدى إلى مضاعفات عديدة، وهي حاليا بتستخدم المسكنات والأدوية وبتحاول أنها يعني تساعدها على التعايش مع هذا المرض. سقط شعرها كله، وده طبيعي لمرضى السرطان، وطلبت من جمهورها انهم يدعوا ليها بالشفاء لان للاسف وضعها صعب جدا. واتكلم احمد الفيشاوي على الاشاعات اللي انتشرت عن وفاتها ونفى الكلام ده، وطالب الجمهور يدعوا ليها لانها للاسف بتمر باصعب لحظات حياتها جسديا ونفسيا. دعواتكم لها. شكرا.